السلام عليكم. النهارده معانا فيديو جديد هنشرح فيه طريقة حرق أكتر من ويندوز على نفس الفلاش. أتمنى منك لو عجبك الفيديو تضغط لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. تابع معايا الخطوات. دلوقتي في أداة هنحتاج ننزلها عشان تقوم بالمهمة دي. الأداة دي هتخش معايا على جوجل كروم. بعد كده هتحتاج هنا تكتب الاسم ده، هتلاقيه ظهر لك في أول رابط أهواتي. هي دي تخش عليه، تخش على قسم الداونلود. دي التحميلات بتاعتها. أنت تدخل ما كش عايز غير تحمل أول واحدة. هتحمل اول واحده دي 15 ميجا هي، تمام. بعد كده هتلاقيها بعد ما تتحمل معاك، انا طبعا مش هنزلها لان هي طبعا عندها اياتي. هاي بعد كده هتلاقيها نازله معاك بالشكل ده. هتلاقي بعد كده تفكها، تعمل لها اكستراكتير الملف بتاعها هواتي، تخش عليها، هتدوس على الايقونه دي. بعد كده طبعا هتركب الفلاشه اللي معاك، ان كان 32 ان كان 16، ويفضل يكون 16 او 32 مش يكون 8 يعني. كل ما يكون الفلاش اكبر كل ما يكون احسن ليك، تشيل معاك حاجات كتيره. هتلاقي الفلاشه اللي بتظهر هنا، الفلاشه ظهرت اهي بالفعل. الفلاش 64 جيجا. بعد كده هتاجي نغير اللغه بتاعته، خليه عربي. كده تحول معانا عربي. على خيارات شوف اسلوب التقسيم. اسلوب التقسيم ده فيه نوعين، ام بي ار وجي بي تي. ده حسب نوع عرضك، مش هختار اي واحده وخلاص، حسب نوع عرضك انت اللي عايز تحرق عليه النسخ. يعني مثلا لو انت مش عارف ايه نوع عرضك، ام بي ار ولا جي بي تي، كيف تعرف؟ تخش معاي اداره. بعد كده هتدوس اداره الاقراص. بعد كده الهارد اللي عايز تحرق عليه انت. يعني انا مثلا هحرق مثلا على الهارد الاول، ادوس كليك يمين، ادوس على خصائص. بعد كده اخش وحدات التخزين، اخش على وحدات التخزين. وحدات التخزين هنا مكتوب لك على نمط القسم جي بي تي. يبقى انا في الحاله دي هروح احرق جي بي تي. هتظهر لك هنا ان هو عايز يحرق النسخه ام بي ار، لا احنا عايزين نخليها جي بي تي. اتغيرت بالفعل بقت جي بي تي. بعد كده اهم حاجه تتاكد ان فلاشتك مش عليها حاجه مهمه، ونأكد على المعلومه دي، فلاشتك مش يكون عليها حاجه مهمه عشان الفلاشه هتتفرمط. بعد كده تدوس تثبيت، بيقول لك سوف يتم تهيئه القرص، يعني هتمسح كله. دوس نعم. نعم. نستنى على ما يخلص. هو مش هيطول عامه، هو يعني دقيقه او دقيقتين بالكتير. بالفعل هو تخلص معانا، بيقول لك مبروك بنجاح تم التثبيت. تمام. هنطلع من ده خالص. بعد كده اي نسخه معاك ويندوز، ان كان 7 8 10 11، اي نسخه معاك هتجيبها بالشكل ده ايزو، هيكون معاك ايزو بالشكل ده. بعد كده هتدوس نسخ، وتاجي جايبها على الفلاش. الفلاش من غير ما تحركها ولا اي حاجه، هو البرنامج هيقوم بالمهمه دي على نفسه. هو دوس لصق هنا، هتلاقيه هو دلوقتي هينسخها لك، هينسخ لك النسخه هنا. انت بقى بعد ما تخلص دي تخش مباشر تسطب الويندوز بتاعك. نرجع لكم تاني بعد ما نخلص تحميل. ورجعنا لكم تاني بعد ما خلص تحميل. خلاص كده احنا حطينا على الفلاشة ويندوز 10 ويندوز 11 64 بت 2 كده. تمام كده خلصنا احنا كده. هتروح تسطبها مباشر وخلاص على كده. وكده خلاص. اتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. مع السلامة.